السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم حبايب قلبي اللي منورني. فعلوا معايا على الفيديوهات، ربنا يخليكم ليا يا رب. من غيركم طبعا وانا ولا حاجة. مش هكبر برضو الا بالتفاعل بتاعكم. كومنت جميل من ايديك الجميلة ولايك جميل كده. ويلا بينا نشوف. فاكرين الوصفة ديت وفاكرين الكشري الحلو اللي بلبن كان عاملهولنا وكلنا كنا عاملينه جميل جدا. الصراحة كان تحفة وجميل جدا، وحبينا ان احنا نكرره تاني من حلاوته ما شاء الله. تعالوا بينا بقى شوية رز كده باللبن جمال كده فوق ما تتخيلوا وتتصور. يتاكلوا حاف كده من غير ما تحط عليه بقية المكونات ما شاء الله. جربي الوصفة يا حبيبة قلبي بنفس الطريقة كده، مش هتندم عليها ابدا. وهتعمليها على طول لأولادك وهيحبوها وهيطلبوها منك دايما. تعالي بقى حبايب قلبي كده، يعني ديت تقريبا اقل كمان، يعني قولي ربع كوباية. اقل كتير من نص كوباية. تمام. غسلتهم كويس طبعا شوية الرز دمت. واخدتهم كده على النار في حلة فاضية كده، وحطيت عليهم تقريبا بالظبط كوبايتين من المية. وسبتهم بقى ان هم يغلوا. وبصي عجني الرز بتاعك ولا يهمك. دوبيه خالص، خليه دايب خالص خالص كده مستوي، يعني عجنيه. وبعد خلاص ما يشرب المية بتاعته خالص والحباية بتاعته تبقى سايحة جدا جدا كده. ضيفي بقى الحليب بتاعك. ده لتر من الحليب، يعني كيلو من اللبن. هتضيفيه عليه وتضيفي السكر بتاعه. 5 معالق من السكر، حابة طبعا السكر بتاعه يكون زيادة، دي حرية اختيارك. وطبعا على حسب رغبتك في السكريات. تعالي بقى حبايب قلبي ندوب كده 3 برضو معالق نشا في كوب ميه. لبن، حابه ان انت عندك لبن وحابه بيعزز الطعم اكتر وبيكون جميل. ما عندكيش مفيش اي مشكله. ضيفي عليه ميه. 3 معالق نشا دوبتهم كويس زي ما انتم شايفين كده، في تقريبا كوبايه او نص كوبايه من الميه. وكده النشا بتاعنا دايب، ويكون الحليب بتاعي لازم يغلي. وبص بقى بيطلع بقى كل الخير بتاعه على الوش كده. الرغاوي دي كلها ده خير في اللبن. اوعي تشيليها ولا تقشطيها، بشوف ناس كتيرة ممكن تقشط الوش دوت. دي القشطة بتاعت اللبن، ودي الغذاء بتاعت الحليب. يعني ضيفي عليها على طول النشا اول ما يغلي بالطريقه ديت، وايدك طبعا. مش هقول لكم، كلنا عارفين طبعا ان احنا واحنا بنحط النشا دايما ايدينا باستمرار تقليب، علشان ما يعملش تكتلات معانا. ويربط معاكي بقى، اديله كده 5 دقايق بالظبط يغلي كده ويربط معاكي، ويكون بالقوام اللي انت شايفاه ده، قوام كريمي وقوام متوسط. لا هو تقيل اوي ولا خفيف اوي، وجميل جدا الصراحة. وقت ما خلاص القوام بتاعك انت احتاجتيه يكون كده، ضيفي بقى باكو من الفانيليا عليه، بيعزز الريحة بتاعتك وبيكون جميل جدا. ريحتها بتكون بصي جميلة جدا. تعالي بقى حبيبة قلبي نجيب الأكواب بتاعتنا أو الكاسات بتاعتك. وكده فضي بقى ايه الرز بالحليب. بصي بقى رز بلبن لا يعلى عليه، جميل جدا. الوصفة دي طبعا لوحدها كده، طبعا كلنا عارفين الرز باللبن بيتاكل لوحده، بس احنا بقى هنضيف عليه المكونات الجميلة اللي بص بقى جميلة جدا. تحفة بجد. كلنا جربنا طبعا الكشري المصري اللي هو الحادق الصلصة والحاجات ديت، وجربنا برضو الكشري اللي هو بقى المسكر دوت الجميل. وكان طعمه تحفة وخرافة. كيلو حليب عمل لي كمية كبيرة جدا هايلة ما شاء الله. وكمان فاض معايا فقلت تعالي بقى. جوزي بقى بيحب عندي الرز باللبن المتحمر وشه في الفرن ده. مش هحرمه طبعا، لا هعمل له بقى احلى طاجنين رز بلبن في الفرن، واحمر له الوش بتاعه واوريهم لكم كمان بعد ما يحمروا. بصوا بقى شوية رز بلبن عسل عسل عسل. اللي وصل معايا لحد هنا بقى ما يحرمنيش من التفاعل بتاعه. حطوا اللايك يا جميلة بإيدك وصوابعك الجميلة ديت، واكتبي كومنت جميل زيك حبيبة قلبي يشرفيني في القناة. ولفي لفة كده على الفيديوهات بتاعتي وسيبي لي كومنتات اعرف انت مين ومنين، وبتتابعيني من انهي بلد حبيبة قلبي. تعالوا بقى حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا كده الطاجن بتاعنا والوش الجميل اللي عليه كده. واضيفه في التلاجة بعد ما يهدى طبعا شوية كده، محطوش سخن في التلاجة طبعا.
وبعد ساعة بالظبط او ساعتين خرجته من التلاجة، وزي ما انتم شايفين كده ربط معايا وبقى تحفة وجميل بالمنظر ده. نحط له بقى شوية الحبشكنات بتاعته ديت اللي بتخليه تحفة وجميل. اخدت بقى يعني ايه ربع كيلو من الكنافة وربع كيلو من الجلاش، وزي ما انتم شايفين كده حمرتهم في الفرن. ضفت عليهم طبعا الحاجة ديت احنا عاملينها مع بعض قبل كده، مرضتش ايه على السريع بقى كده مرضتش اصورهم. الكنافة طبعا بتحط عليها معلقتين تلاتة كده من السمنة وتفرديها في صينية وتدخليها الفرن. لو حابة تعمليها على البوتاجاز بيكون برضو جميلة جدا، بس انا بستصر ان هي في الفرن كل شوية بطلعها واقلبها وخلاص، احسن من البوتاجاز. والجلاش وهو كذلك برضو بنحط عليه شوية من السمنة وبنقلبهم وبندخلهم الفرن ياخدوا معانا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه دوت. بجيب بقى كده طبقة من الكنافة على الرز باللبن بتاعنا، وبص بقى اتوصي بقى انت اللي هتاكلي ولادك اللي هياكلوا، اتوصي بيهم بقى كده واملي الطبق بقى حاجات جميلة من ديت. عملت برضو شوية كريم شانتيه، بصوا بقى تحفة وخرافة. الطبق ده بصي بقى بيوديكي في مكان تاني خالص فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، وكمان تحفة وطعمه خيال ورائع كده. يعني في امكان كده بقى ما تتعشيش خالص وتاكليلك طبق من دوت رز بلبن بالمكسرات بتاعتنا الجميله ديت، وشويه كريم شانتيه على وش الكنافه كده بقى. نزوم الطعم الجميل بقى الخرافه اللي بيوديكي في حته تانية بصراحه. طبقه الكريم شانتيه على وش الكنافه كده، وبعد كده بنحط بقى ايه الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. طبق بجد خرافة. ايه رأيكم بقى حبايب قلب في الوصفة؟ وايه رأيكم في الوصفات كلها عامة يعني، والقناة كلها عامة ايه رأيكم فيها؟ قولوا لي في الكومنتات حبايب قلبي لو في اي تعديلات او اي حاجة، رأيكم يهمني طبعا. ودي هتكون نصيحة برضو من اخواتي. شرفوني في الكومنتات واكتبوا لي تعليقات جميلة كده ارد عليكم يا حبايب قلبي. طبعا الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين لونه كده جميل جدا وعسل جدا ذهبي. اللون دوت انا بفضله ما تغمقيش اكتر من كده ولا تفتحي اكتر من كده. كده بقى شوية شوكولاتة كده بقى على الوش كده، وظبطي العمل كده بقى وخلي العيال يبقوا مبسوطين بقى. شوكولاتة يعني الاطفال كمان بقى هتاكل هتغطس بقى يعني هتغطس ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ وكمان سيحت شوية شوكولاتة وعملت لهم كده بقى على الوش نظام بقى حاجة كده صوص شوكولاتة جميل وتحفة. بصراحة عجبهم جدا، وكبير وصغير بصي هيحب الطبق دوت يعني هيحب الطبق دوت. رش بقى حبايب قلبي كده على الوش كده اي صوص اي صوصات عندك تقدري تضيفيها. مش عايزه اي صوصات وعندك فاكهه تقدري تقطعي منجايه كده وتحطيها على وش الطبق بتاعنا الجميل دوت، هيكون برضو طعمها تحفه وجميل جدا. تقدري تقطعي مثلا صباعين من الموز وتحطيهم على الوش كده، برضو جميل وتحفه جدا. ايه رايكم بقى في الكاسات بتاعتنا الجميله ديت؟ حطوا لايك بقى، حطوا لايك بقى حبايب قلبي. الوصفة بتاعتنا تستاهل فعلا لايك، حطوا لايك يا حبايب قلبي. هندخلهم التلاجة بقى تهدى شوية، وعلى ما الأطفال بقى تتلم وابو العيال بقى يجي وكل واحد ياخد طبقه كده وبألف هنا. وتعالوا نشوف بقى القوام بتاعنا. والطبق بتاعنا ده المكون من حاجات كتيرة جميلة كده جدا، بصوا اقتصادية والله وجميلة مش مكلفة، بس طعمه خرافة. شوفوا بقى حبايب قلبي الطبق ده بس كده لو رحتوا تشتروه من بره هتشتروه بكام؟ اعملوا في البيت كل حاجة جميلة ولأولادكم، وهتكون بكمية كبيرة هتقضي وهتفيد منكم، احسن ما تشتروه بفلوس اكتر. وفري حبيبة قلبي في البيت واعملي بايدك كل حاجة، وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.